هو اي حد معاه سلاح عادي في امريكا ولا ايه؟ في امريكا اي حد معاه سلاح عادي. السلاح هنا في امريكا حق مكتسب للمواطن في القانون. ما يقدروش يمنعوهم من حمل السلاح للدفاع عن النفس. وده بسبب اللي حصل ايام اللي هي الثوره اللي كانت هنا. مش ثوره، كان عندهم حرب اهليه. فمن اياميها والسلاح حق مكتسب للمواطن. يقدر يشتري سلاح ويقدر يشيل سلاح ويقدر يمشي بيه طول ما هو حاجه اسمها open carry. open carry يعني حمل مفتوح. حمل مفتوح يعني باين، يعني السلاح باين حاطه هنا مش مخبيه. لو خبيت السلاح، لو خبيت سلاح جوه، ده اسمه conceal carry. conceal carry يعني انت حمل مخفي. حمل مخفي ما ينفعش، حمل ظاهر ينفع. فلو انت شايل بندقية على ظهرك عادي مفيش مشكلة. لو شايل مسدس بس هو باين عادي مفيش مشكلة. لكن لو شايل مسدس مستخبي، شايل رشاش صغير مستخبي، ده اسمه conceal carry. الكونسيل كاري او الحمل المخفي محتاج رخصة. ولكن يعني لو معاك رخصه تعمل كونسيل كاري عادي براحتك هتعمل كونسيل كاري. لو ما معكش رخصه لازم تعمل اوبن كاري. فانت وانت ماشي لازم تعمل اوبن كاري. لو انت زي ما قلت كده معاك ال اسمه ايه، الترخيص بتاع السلاح، بتاع حمل السلاح، ممكن تشيله مخفي. فدي حاجه ترجع لك. عشان كده قلت لك لو الضابط وقفك وانت سايق، اول حاجه تعملها تقول له انا معاك سلاح. لان انت لو شايله تحت الكرسي ده ممكن يعتبره كونسيل كاري، او انت concealing your weapon، وتشيل السلاح خفيه. لكن لما تقول له انت بتعترف من نفسك فهو بيتعامل معاك لان انت عادي معترف ان معاك سلاح وما فيهوش مشكله. فكره الكونسيل كاري والاوبن كاري دي بتفرق عشان الناس بتبقى عارفه ان انت معاك سلاح فما يخافوش منك او ما تقدرش تغفلهم في حاجه. لكن انت لو شايله ومخبيه فده معناه ان انت داخل تغفلنا بحاجه، ولو داخل تغفلنا يبقى في مشكله، يبقى انت عندك نيه سوء فبيحاولوا يتعاملوا معاك. فالاوبن كاري مسموح، الكونسيل كاري مش مسموح. اتمنى ابقى فدتك.